بالزمن الجميل سي منصف بن جدو. سي منصف بن جدو من الرجال اللي عطاو برشا الملعب التونسي من غير حسابات، من الاحباء الاوفياء، كان من المدعمين للملعب التونسي. عمره ما حسب منصف بن جدو اليوم يمر بوضعيه صحيه حرجه وحرجه جدا وبظروف اجتماعيه صعبه وصعبه جدا، ولا واحد تلفت لسي منصف بن جدو احد رموز الملعب التونسي. اتصل بي سي عبد القادر بن سعيد سي علي الكعبي، واتصل بي كذلك عدادي سي محي الدين هبيته اللاعب السابق. قالوا لي راهو سي علي الكعبي كيفاه رانا متغشين على سيرتو. سي عبد القادر بن سعيد قال لي راني متغشش على سي علي الكعبي كيفاش في الحصه الفارطه ما عزاش عائله اللاعب السابق للنادي الاولمبي للنقل سي منصف قعلول الله يرحمه ونعمه، توفى عنده بريسك 10 ايام التالي. قلت له انا سي علي سو بو ما في بالوش، انا باش نقوم بالمهمه احر التعازي لعائله اللاعب السابق للنادي الاولمبي للنقل سي منصف قعلول. تفضل الكلمه ليك. انا خويا صاحبي والله كيفك كانت تعرف الظروف نتاع الزوجه نتاعي، ربي يشفيها وربي يعافيها. والله لا سمعت يكون بعد اسبوع ولا اكثر قال لي لطفي خويا، ولكن انا ما كنتش موجود بعيد على تونس العاصمه، لكن لطفي خويا كان عمل الواجب والحاج حمادي خويا عادل مشاو وقفوا كل هذا. بصراحه كان سمعت خويا منصف الله يرحمه ينعمه وحبيب خويا نعمل كنت الواجب ونوصل الاخبار للناس الكل. واضح. تحيه سي عبد القادر بن سعيد وتحيه لسي محي الدين اهبيته. تفضل. صاحبي نحب باسم الخيانين الكل نترحم على اللاعب الدولي لاعب الشمينو سابقا عمر الجندي اللي توفى الاسبوع الفارط. الله يرحمه ربي يرحمه ونعمه وربي يصبر عائلته وإنا لله وإنا إليه راجعون. واضح. المنتخب التونسي يتأهل للمرة السابعة في تاريخه للمونديال. تقرير عن هذا التأهل التاريخي. تونس أرض التاريخ تعود اليوم لتكتب فصلا جديدا في كتاب المجد الكروي. المنتخب الوطني ينجح في حجز بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوز مستحق على غينيا الاستوائية، ويؤكد مجددا أنه رقم صعب في القارة السمراء. نسور قرطاج بصموا على مسيرة قوية في هذه المجموعة، حيث خاضوا 8 مباريات حققوا من خلالها 7 انتصارات وتعادلا واحدا دون أي هزيمة، ليتحصلوا على رصيد 22 نقطة بالتمام والكمال، ويتصدر المجموعة عن جدارة واستحقاق. إنه التأهل السابع في تاريخ نسور قرطاج بعد مشاركات سابقة أعوام 78 و900 وألف، 98 و900 وألف، 2002، 2006، 2018 و2022. اليوم يضيف الجيل الجديد صفحة أخرى من الإصرار والعزيمة من الأرجنتين إلى روسيا وقطر، والآن إلى الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، حيث سيقام مونديال 2026. مشوار طويل عنوانه الوفاء للألوان الوطنية وشغف لا ينتهي بكرة القدم. بين الماضي والحاضر يبقى الحلم واحد، أن تكون تونس حاضرة تنافس وتدافع عن رايتها. إنجاز اليوم لم يأتي صدفة، بل هو ثمرة عمل وجهد وجيل متعطش للمجد. المنتخب التونسي إلى المونديال مرة أخرى، 7 تأهلات والحلم مازال مستمر. هدف تاريخي للاعب الأهلي المصري الدولي التونسي محمد علي بن رمضان يقود نسور قرطاج للمونديال للمرة السابعة وللمرة الثالثة على التوالي في تاريخ تونس. صراحة سي عبد المجيد كنت تنتظر مرور المنتخب قبل نهاية السباق بزوز جولات بكل أمانة. وقت القرعة خرجت أنا عارف المنتخب باش يمشي في طريق مفتوح. خاطر شوف احنا اليوم فرحانين صحيح ومتفائلين، لكن فما حقيقة تتقال. اليوم المنتخب التونسي معناها بالتجربة اللي عنده 6 مرات مشى قبل، وقت يتيح في مجموعة فيها كينيا وليبيريا وناميبيا وغينيا السوية اللي بنحلها 6 نقاط، وزيد وقت دخل سامي طرابلسي دخل معناها في كونفور. علاش؟ خاطر منتصر ربح عطى 4 بوان تصريح هنا باش نكونوا واضحين، والقادري عمل 2 فيكتوار معناها 10 بوان. سامي طرابلسي وقت جا يلقى ليكيب ناسيونال عندها 10 بوان وفي معناتها البقعه الاولى. صحيح ماتشوات ديما حقيقه فما تاع تيران، فما مجهود، فما تعب، فما ديبلاسمونات، فما مناخ، فما الافريق ماهي سهله، هذاك الكل ترجع.
زيد الحاجه اللي نعطيو حق المنتخب هو ان الجو العام ساعد برشا. اليوم شفنا وجود نضم صوتي لوجود حسين جنيح والجزيري وخليل شمام، هذوما ناس عندهم تجربه مع سامي طرابلسي اللي هو لاعب منتخب وعنده الاكسبيريونس، ومع الجو الباهي اللي ما كان مفقود قبل سنتين في المنتخب. كانت برشا مشاكل، فما اللي يلعب ما يلعبش يتغشش، فما اللي ينفعل، فما اللي ما يحبش يجي، هذا كل ما صارش. دونك هذا الجو كل ساعد على المنتخب باش يمشي. بالنسبه للمقابله نتاع اليوم شفنا المنتخب معناها بكل امانه، معناها ما نحبش نقول كلمه سرق انتصار ولا، اما معناها تعدى بظروف صعيبه خاصه في الزاميتون. معناها الزاميتون تقريبا ما شفناش منتخب مشى لقدام، شفنا منتخب رجع للريفلكس نتاع المنتخب هذاك اللي نعرفوه، اللي يدافع ويستنى وينتظر ويحب يخرج بالتعادل باش يخلي ديما حظوظه. هذا لا، انت اليوم منتخب حتى لو خسرت باش تربح هنا ساو تومي وسسمه وناميبي باش تربحهم باش تتعدى. دونك المنتخب الوجه نتاعو ما كانش مرضي اليوم رغم الانتصار. انتصار جاء في الاخر، جاء الانتصار بعد ما الدحمان فسخ 3 اهداف محققه بدون معناتها شك. المنتخب معناها تقريبا شفنا في الماتش الاولاني وقت خلد اسماعيل الغربي ونعيم سليتي عطاو، علاش؟ خاطر الادفيرسير كان صعيب. اليوم غير نساويه افضل شويه. انا نفهم من كلامك الحارس ايمن دحمان هو من اهل المنتخب اليوم. اي خلى نحى 3 اهداف، برافو عليه، يعطي صحه، ريفلكس، عمل ريفلكس كبير برشا خاصه في الكورة انسوي، معناها هدف. دونك المنتخب في الشوط الثاني ما انا شخصيا ما عجبنيش، ما نشوفش هذاك المنتخب اللي انت ماشي تاع مونديال. لازم يكون معناها لعبك خير من هكا، افضل من هكا. قعدنا رجعنا للعادات نتاعنا نتاع ذاك المنتخب اللي يلعب ديفونسيف ويسكر ويستنى. لا، اليوم منتخب لازم يكون وجهه افضل من هكاك. بعد جاء تقريبا في كرة القدم كل شيء جاهز. برافو على شواط معناتها اللي امن بالكره اللي كان معناتها باش يفكها للمدافع، وزيد هذا السبيد جروب. شواط كان يجم يكون اناني، كان يجم يسجل، لا حب يستنى واستنى محمد علي بن رمضان اللي عمل كورس 30 متر واعطاه. هذا معناتها الهدف يترجم عدم الانانيه، يعني يترجم اللي فما زوز الملاعبيه مع بعضهم معناتها يحبوا بعضهم، وهذا هو الامبيونس اللي نجح بها المنتخب. هنا برافو للبيرو فيدرال، برافو للستاف تكنيك، برافو للانفيرونمون كل اللي داير بالمنتخب. اللي شفنا حتى شوفوا في الصوره وقت سجل هدف، شوف الناس الكل مشات تعبر على الفرحه نتاعها، البنك كامل مشى. هذا ما كانش موجود قبل في المنتخب الحقيقه. كان برشا الناس تتغشى كي حتى المنتخب واحد يسجل يبدا متغشش خاطر ما لعبش. هذا كل معناتها ما شفناش. هذاك علاش نقول اليوم المنتخب معناها يلزموا توا سامي يطور المنتخب. انا نشوف المغرب ونشوف الجزائر يا صاحبي ونشوف معناتها الكوت ديفوار ونشوف نيجيريا ونشوف ناس تكور تلعب الكوره. هنا يلزم المنتخب نتاعنا يولي يفرجنا، ماشي نعملوا مونديال كما قلت انت ذكرت. معناها انا شغل المنتخب استعود بالمونديال ولات سهله، 48 فريق يمشي، مش انجاز بالنسبه لي انا، مش انجاز. منتخب عادي باش يمشي المنتخب باش يمشي للمونديال. معناتها صحيح عندنا ظروف خايبه، ما عملناش تيرانات، ما عندناش فلوس، هذا كله صحيح، لكن تشوف الجروب منتخب عادي باش يمشي للمونديال. اليوم توا تخدم على المرتبه، على تتعدى. السعوديه تعدات، الجزائر تعدات، المغرب تعدات للدور الثاني، الا احنا قاعد لنا العقده هذه لازمنا نحيوها ان شاء الله بالجينيراسيون هذيا، بالامبيونس اللي موجوده، باللفه الناس كل ملتفه حول المنتخب. ان شاء الله نشوفوا المنتخب تاعنا يمشي مونديال. وما قبل ما تعدى المونديال تعدى الكوب دافريك، جات الكوب دافريك، هذا الامتحان الحقيقي قبل المونديال. الكوب اراب ممكن يشاركوا باللي اي فيها منافسه، اما سيتو الكوب دافريك لو كريتير نيميرو هو الكوب دافريك. كوب دافريك قداش مره نمشيو نعملوا انكار فينال ونروحوا، بالرغم اللي نبداو متفائلين. خويا اليوم خلينا نكسروا الحاجز، خلينا نمشيو نعملوا فينال، خلينا نجيبوا كوب دافريك، خلي يكون عندنا فريمون وعندنا مجموعه قادره. اي اليوم هذا هو الهدف نتاعنا، نمشيو المونديال، نمشيو اون فيز دو دوزيام تور، مش نلعبوا 3 ماتشات ونروحوا. معناها هذيك خايبه، نولي كلشي اللي يلعب منا الكل تحت في الماء. الكوب دافريك امشي يا خويا، امشي الفينال، اعمل كوب دافريك، الجزائر مشات فينال.